السلام عليكم، فيديو جديد معكم سناء وكيتي سناء باب ضمن اقتراحاتكم والطلبات ديالكم على راسي. واحد السيده بغات انني متتبعه انني نحضر لها يعني ملفاي. فهاني حضرت لك اختي ملفاي غتكون بدون عجين مورق، بعجينه ديال المسمن غتكون مورقه بكريمه هائله. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، راها كتجي واحد الملفاي رائعه بحال اللي شارينها من محلات لي باتيسري. كنتمنى التشجيع ديالكم والدعم ديالكم. صراحه اي وصفه بغيتوها خليوها ليا في التعاليق. فصراحه مني كتقترحوا عليا انني نحضر لكم شي وصفه كتحيدوا عليا واحد الحمل ثقيل صراحه، فدائما كنبدا كنفكر وكنخمم اين وصفه اللي نقدر نتقاسمها معكم. فاي وصفه بغيتوها نشاركها معكم خليوها لي في التعاليق وما يكون غير خاطركم. فنخليكم دابا مع بقيه الفيديو وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للعجين انا في واحد الاناء وضعت 2 كؤوس ديال الماء، يعني كل كاس عبرت الماء القياس ديالو 190 مليلتر ديال الماء، يعني 2 كيسان ديال الماء 190 في 190. غادي نضيف شويه ديال الملحه، وغادي نضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال سنيده. غادي نضيف كذلك واحد ربع كاس ديال الزيت، تقريبا 50 مليلتر ديال الزيت. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الخل، اي نوعيه الخل اللي عندكم كتضيف واحد المعلقه تكون عامره ديال الخل. ومن بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه انا لهاد الكميه ديال الماء هزت لي 750 غرام ديال الدقيق، يعني في الاول راني عبرت 700 غرام ولكن زدت عليها واحد 50 غرام، يعني المجموع 750. المهم نتوما كتضيفوا الدقيق كما غتشاهدوا بهذا الشكل هذا. وغادي نحاول انني غادي نعجن غير بيدي. بغيتو تخدموا بالعجانه خدموا اللي بغيتو. فغادي نحاول اننا نضيف داك الدقيق على الماء بشويه، يعني دفعات حتى كنجمع العجينه. من بعد غنحاولوا نجمعوا العجينه هكا. من بعد انا غادي نوضعها في طاوله العمل وغادي نحاول انني ندلكها شويه، يعني بحال العجينه ديال المسمن. غتلاحظوا القوام ديالها راه كتجي خفيفه، مهم بحال العجينه ديال المسمن تماما. انا ضفت 700 غرام ديال الدقيق ومن بعد راني زدت لها واحد 50 غرام، يعني جاتني خفيفه شويه فزدت لها 50 غرام وصافي. دابا غادي نحاولوا اننا هكا نجمعها هكا بيدي ونعلكها بهذا الشكل هذا. وغن كما قلت لكم غادي نحصل من هاد العجينه كويرات. بالنسبه لهاد العجينه هذه ولا هاد الملفاي راه نحضرها لكم غير بالعجينه ديال المسمن بدون عذاب، وصدقوني كتجي بحال الا مصاغبينها بالعجين المورق، بحال ديال لي باتيسري تماما. كتجي واحد اللذه وغتشوفوا يعني في الفيديو غادي تشوفوا يعني الملفاي كيف جات في الاول راكم شفتوها. وكذلك ما غنخدمها معكم دابا غادي تشوفوا يعني التوراق ديالها. فغنحاول انني نجمعها غير هكا. غادي نحاول نزيد في هذه المرحله هذه شويه ديال الدقيق، جاتني شويه كتلصق في يدي يعني زدت 50 غرام وصافي. غادي نحاول انني نجمعها معكم. من بعد ما كنجمعها فانا يعني اما كتخليوها ترتاح شي شويه وعاد كتشكلوا منها كويرات، ولا كتشكلوا منها كويرات يعني مباشره. فانا مباشره صراحه شكلت منها هاد العجينه 6 ديال الكرات. فكتستعنوا بشويه ديال الزيت ومن بعد كتحاولوا انكم كتشكلوا 6 الكرات. غنخليوهم يرتاحوا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه مزيان. عاد من بعد غادي نتلاقى معكم ان شاء الله باش غادي نفرقوهم. فبعد ما دازت نص ساعه غادي نحاول انني نجيب الكره الاولى ديال المسمنه. غادي نحاول نطلقها، فما غاديش نطلقوها بالزيت، غنحاول نطلقوها يعني بالدقيق. غادي نرشوا عليها واحد الكميه ديال الدقيق في طاوله العمل، وغادي نجيب الدلاك وغادي نحاول انني نمشي هاد الكره هذه مزيان. كنستعنوا بالدقيق باش ما كتلصق ليناش العجينه. كنبقاو نديروا شويه ديال الدقيق وحنا هكا كما كتشاهدوا كنحاول انني ندلكها، نمشيها بالدلاك حتى كتولي يعني السمك ديالها رقيق وطاوله العمل كتبدا كتبان. فكنبقى هكا مستمره حتى غادي نطلقها، نتحصل على واحد الكره كتكون كبيره وتكون رقيقه. هاد العجينه هذه غادي نحتاجوا الزبده. بالنسبه للزبده انا عندي يعني 200 غرام ديال الزبده ديال التوريق. من الافضل تكون ديال التوريق. كندوبوها مزيان حتى كيتحيد منها داك الزبده داك الحليب عفوا. وعاد من بعد هي اللي غادي نفرق بها هاد المسيمنات. فانا جبت الكره الاولى، لاحظوا راني كنطلقها معكم بالدلاك هكا كنمشيوها مزيان حتى كتولي السمك ديالها رقيق. ومن بعد مباشره غادي نجيب الزبده يعني وغادي نحاول نوضع تقريبا واحد 3 المعالق كبارين ديال الزبده في وسط هاد العجينه. وغادي نحاولوا اننا نمشيوها بيدينا كنسرحوا مزيان داك الزبده. وغادي نحاول انني نطويها على شكل مسمنه عادي كما غادي تشاهدوا. فوق ما كنطويو يعني العجينه ديال هاد المسمنه هادي فكنديروا شويه ديال
الزبده ديال التوريق. يعني غادي نحاول انني نجمعها معكم وغادي نشكل مسمنه كما غتشاهدوا. يعني غادي نطويها وغادي ندير الزبده من الفوق هكا مذوبه، ومن بعد غادي نطويها على شكل مسمنه وغادي نخليها على جنب. ومن بعد كذلك غادي نجيب المسمنه الثانيه، يعني غادي نحاول نفس الشيء يعني نطلقها معكم مع الدقيق. كنستعنوا بالدقيق وكنجيب الدلاك وغادي نحاول انني نمشيها مزيان بالدلاك حتى كيبان سطح ديال العمل. ومن بعد ما غاديش نطويها في هذه المرحله هذه، يعني غادي نحاول انني ندهنها بالزبده مزيان. وغادي نجيب المسمنه الاولى اللي وضعتها اللي شكلتها معكم هي اللي غادي نوضعها في وسط هذه الكره الثانيه، يعني هذه المسمنه الثانيه. يعني غادي نحاول ندير الزبده نمشيها مزيان بالزبده. ومن بعد غادي نجيب المسمنه الاولى اللي شكلتها معكم وحضرتها، غادي نوضعها في الوسط كما غادي تشاهدوا بهذا الشكل هذا. غادي نحاول نمشيها بيدي شي شويه. ومن بعد غادي نحاول نجمع الجوانب ديال الكره حتى كنتحصلوا على مسمنه كبيره، يعني كيكونوا فيها جوج. وغنبقى هكا مستمره مهم حتى غادي ندير الكرات اللي بقاو لي. يعني عندي 6 ديال الكرات، في الاخير غادي نتحصلوا على 3 ديال المسمنات، كل مسمنه كتكون فيها وحده. من بعد ما غنكمل هاد المسمنات كاملين، يعني كما قلت لكم غتحصلوا على 3، يعني غادي ندخلهم للثلاجه نخليهم تقريبا واحد 4 ساعه حتى كتبرد عليهم داك الزبده. وكيساعدونا من كتساعدنا يعني هاد المسمنات نطلقوهم وما كيتجمعوش لينا من ندخلوهم للفران. فانا كما غتشاهدوا غادي نكملهم وغندخلهم للثلاجه. وغنتقل معكم دابا باش غادي نحضروا كريم باتيسير. بالنسبه للكريم باتيسير انا عندي في واحد الكاسرونه راني وضعت 700 ملل ديال الحليب، ضفت لهم واحد نص كاس ديال سنيده، يعني تقريبا 60 غرام ديال سنيده. ضفت واحد المعلقه صغيره تكون عامره ديال الفاني، وغادي نضيف 4 المعالق كبار ديال نشا الذره. وكذلك غادي نضيف 3 ديال الصفار البيض. غادي نحاول نخلطوا كل شيء هكا مزيان بواحد الفويي حتى كيتخلطوا لينا يعني هاد العناصر وكيتجانسوا. ومن بعد غنشعلوا عليهم البوطه ونخليها الكاسرونه على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا هاد الكريمه. انا يعني الكريمه ديال الباتيسير يعني كنديروا في الاول البيض وسنيده والنواشف كنخلطوهم، كنزيدوا الحليب بشويه، عاد من بعد يعني كنديروهم يطيبوا. فانا يعني راني لاحظتوا راني خلطت كل شيء، درت الحليب هو الاول عبرته ودرت المكونات وخلطت كل شيء ودرتهم فوق النار. راه نفس العمليه، راه ما كتوقع حتى شي حاجه لهاد الكريم باتيسير. مهم كنبدا كنحركو مزيان حتى كتعقد لينا الكريمه. انا ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، غادي نحاول نخلطها مزيان ونطفي على البوطه وغادي ندير لها السلوفان وغادي نخليها كتبرد. فانا ما دخلتهاش للثلاجه، خليتها غير في حراره الغرفه غتبرد غير شويه، ما غاديش نخليوها تبرد مزيان. في هذا الاثناء يعني راني رجعت كما شاهدتوا المسمنات من بعد ما دخلتهم للثلاجه، خليتهم 4 ساعات حتى ديك الزبده يعني كتقصح عليهم شويه باش كيساعدونا ملي نجيو نطلقوهم بهذا الشكل هذا. كنطلقوهم ونيت ملي نطيبوهم ندخلوهم للفران، يعني داك لافورم ديالهم ما كيتقلش، يعني كتبقى الحجم ديالهم كيبقى هو هذاك. فغادي نحاول دابا انا كما غادي تشاهدوا يعني جبت المسمنه الاولى، غادي نحاول ندير الدقيق ونحاول انني ندلكها هكا بالدلاك، يعني ما تدلكوهاش رقيقه. مهم السمك ديالها العبار انا عندي في الطول يعني 32 سنتيم وفي العرض عندي 23 سنتيم. وغادي نحاول انني يعني ضروري جوانب هكا كنقادوهم، واخا في الاخير ملي غادي ندير الشوكولا ونقادها فضروري غادي نقطع لها الجوانب ديالها. المهم انا قطعتهم دابا هكا غير شويه باش يجيني واحد المستطيل يعني طويل هكا. غادي نوضعها يعني هاد المسمنه هذه من بعد ما طلقتها غادي نوضعها معكم في صفيحه ديال الفرن، كنكونوا فرشين لها ورق ديال الزبده وغندخلها الفران. يعني الطياب ديالها راه بحال العجينه المورقه تماما، يعني كندخلوها للفران كنشعلوا على الفران يكون سخون من قبل على 200 درجه ولا حتى 240 حتى كيسخن مزيان. عاد من بعد غادي ندخل هاد اللاطه هذه كنقصوا لدرجه الحراره 170 175 درجه، كنشعلوا عليها من التحت وكنخليوها حتى كتورق على خاطرها وكتحمر لينا، وعاد كنشعلوا عليها من الفوق وكتحمر. قبل ما ندخل يعني هاد المسمنه هذه الفران فضروري كتشكوها مزيان بالشوكه باش ما تنفخش ليكم وكتدخلوها الفران. وكنعاود نفس العمليه بالنسبه للمسمنات اللي بقاو ليا جوج، حتى هما كنطلقهم على نفس العبار وكنشكوهم بالشوكه مزيان. حاولوا انكم تشكوهم مزيان بالشوكه وكتدخلوهم الفران
كيطيبوا وحتى كيتحمروا لينا، وغادي تشوفوا الشكل ديالهم ملي كيطيبوا كيتحمروا. صدقوني كيجيو مورقين بحال العجين المورق تماما. هانتوما لا طلوله راني خرجتها من الفران، لاحظوا الشكل ديالها كيف كتجي. وهادو هما الثلاثه ديال المسمنات مورقين، كيجيو محمرين، كيجيو مورقين، التورق ديالهم كيجي باين، كيجيو طايبين. عطيوهم الوقت ديالهم في الطياب، راهم كياخذوا تقريبا 30 دقيقه ولكل وحده. انا دخلت جوج، كنت كندخل بالجوج، والوحده اللي بقات ليا خليتها هي الثالثه، هي التاليه يعني. وهذا هو الشكل ديال المسمنات مورقين. هانتوما كي كتشاهدوا التورق ديالهم كيف كيجيو طايبين مقرمشين بحال تماما العجينه ديال لاباط فيوتي. فدابا غنبدا معكم ان شاء الله المونتاج ديال هاد الملفاي. انا بالنسبه للكريمه ديال الكريم باتيسير راني ما دخلتهاش للثلاجه، خليتها هكا غير دفات ومباشره، يعني غادي نحاول انني نعمر بها الملفاي. ما كاينلاش تخليوها تبرد بزاف، يعني خليوها شويه غير تدفى، ما تدخلوهاش كاع للثلاجه، خليوها غير تدفى شويه. ومن بعد كما غتشاهدوا غادي نحاولوا نخلطوها مزيان. ولا كتخلطوها بالطراب الكهربائي، فصراحه انا راني وليت خلطتها بالطراب الكهربائي، هذا ما قنعنيش، باش هكا كتجي كريميه شويه، ما كيبقاوش داك الحبيبات. واخا كيبانوا شويه د الحبيبات مي ماشي مشكل. غادي نوضعها في واحد البوش باش تجيني يعني مقاده، كيطبقها الفوق التحتانيه كيطبقها الفوقانيه يعني ديال الكريمه. وصافي غادي نبدا معكم ان شاء الله نعمر هاد الملفاي. فكنجيب الطبقه الاولى ديال المسمنه، كنحاولوا اننا كنقلبوها على الظهر ديالها والوجه ديالها يكون هو الفوق. وغادي نحاول انني نعمر بالكريمه ديال الكريم باتيسير مزيان هكا الوجه. يعني راني لاحظتوا ما وصلتش الكريمه للجناب، فالجناب غادي دائما يعني غادي نقطعهم، ما كاينلاش نعمروهم بالكريمه باش تجينا هكا مقاده. فغنحاول يعني الكريمه، لاحظوا راني قسمتها على جوج النصف. غادي نديرو كطبقه اولى، وغنجيب واحد سباتولا ظهر ديال المعلقه ولا موس كتسرحوها. ومن بعد غادي نجيب الطبقه الثانيه ديال المسمنه ديالنا، غادي نحاول انني نوضعها فوق الكريم باتيسير. وبالنسبه للطبقه الثانيه يعني كتحاولوا انكم كتقلبوها على الوجه، والظهر ديالها اللي كيكون هكا مسطح هو اللي توضعوه. يعني ما توضعوهاش يعني على الظهر ديالها، وضعوها على الوجه ديالها بهذا الشكل هذا. وكتحاولوا انكم كتكيو مزيان بيديكم باش كتلصق داك الكريم باتيسير على المسمنه ديالنا. وصافي غادي نجيب الكميه اللي بقات لي ديال الكريم باتيسير، غادي نوضعها كامله، غادي نحاول نسرحوها. ومن بعد غادي نجيب الطبقه الثالثه ديال المسمنه المرقه، غادي نوضعها مزيان ونحاولوا اننا نتكيو عليها هكا، ماشي تهرسوها، المهم غير تكيو عليها وكتدخلوها للثلاجه. ومن بعد كتجيبوا الشوكولاته بيضاء. بالنسبه لنا الشوكولاته بيضاء عندي 150 غرام ديال الشوكولاته بيضاء، ضفت لهم واحد 3 ديال القطع ديال الشوكولا كالا، ذوبتها في حمام مائي مع واحد 2 معالق كبارين ديال الحليب ديال الزيت عفوا. كتوضعوها هي الاولى كطبقه وكتسرحوها بواحد سباتول. ومن بعد كتجيبوا شويه ديال الشوكولاته سوداء ولا الشوكولاته ديال الدان، كتذوبوها وكتشكلوا منها خطوط، وكتجيبوا واحد الكوردون وكتبداو كديروا هكا خطوط حتى كتحصلوا على الشكل ديال الملفاي. ومن بعد كتدخلوها المجمد، انا خليتها ساعه في المجمد. وغنبدا معكم دابا من بعد ما خرجتها ما دازت ساعه، غادي نتلاقى معكم دابا ولا غتشاهدوا كي درت قطعتها. فدائما تقطع كتحاولوا انكم كتجيبوا واحد الموس يكون ماضي الماء سخون وكتحاولوا كتقطعوا. فبالنسبه للملفاي راه صراحه صعيبه في التقطاع ديالها، كتحاولوا معاها فكما قلت لكم كتحاولوا مع انكم كتقطعوها بواحد الموس يكون ماضي هكا، كتخشيوه في الماء سخون وكتقطعوها حتى كتحسوا على هذا الشكل هذا. اما كتخليوها ملفاي بحجم عائلي بهذا الشكل هذا، ولا كتحاولوا انكم كتقطعوهم فرديين. فكذلك نفس الشيء الا بغيتوا تقطعوها يعني على شكل ملفاي فرديين، الموس يكون ماضي مزيان. وكما شاهدتوا انا جبت واحد المسطره وغادي نحاول انني نعبر يعني العبار. غادي نحاول هذه الملفاي نقسمها على نصف، ومن بعد غادي نقطعها كما غتشاهدوا القطع هكا فرديين صغارين. الموس يكون ماضي وما كتخشيوه في الماء سخون، وكتقطعوا كتحاولوا كتكيو وكتقطعوا مزيان. وصافي كتقدموها بصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وانكم تجربوا هذه الوصفه هذه. دائما الموس ملي تبغيو توضعوه وتقطعوه فكتحاولوا كتقطعوه كتجروا يعني بواحد الجهد عندكم، وكذلك الموس يكون ماضي.
وفي الاخير كنتحصلوا على ملفاي بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تستافدوا منه، والناس اللي بغات يعني متتبعات هكا اللي بغاو الوصفه ديال الملفاي كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. فلا جربتوها خليوها لي في التعاليق، كثروا لي لايك. جزاكم الله كل خير في هذا الفيديو باش يطلع، وشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير. جزاكم الله كل خير. فدابا بقى لي نقول لكم تبارك الله عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي باذن الله. بسلامه.